أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن قسم هو حقيقي شاغل عقول ناس كتيرة الفترة دي، وخصوصا اللي داخلين كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. ايه هو القسم ده؟ القسم ده هو قسم تكنولوجيا تركيبات الأسنان. في الفيديو ده إن شاء الله هتلاقي إجابة أسئلة كتيرة بتدور في دماغك الفترة دي عن القسم ده. ايه هو قسم تركيبات الأسنان؟ القسم ده بيجمع ما بين 3 حاجات: العلم والفن والتكنولوجيا. في القسم ده انت حقيقي بتصنع روح جديدة او حياة جديدة لشخص كان عنده تروما من شكله، او شكله ما كانش عاجبه بسبب انه فاقد اسنان مثلا من الاسنان الامامية اللي عنده، او ما عندوش اسنان اصلا بسبب مرض ما او بسبب كبر سن. فانت بتساعده ان هو يعوض الاسنان دي او يعوض الشكل اللي ما كانش عاجبه ده ويتحسن في حالته النفسية كمان. المواد دي انت هتدرسها خلال ال3 سنوات بتوع التخصص، او خلال بعد ما تمر الرغبات بتاعتك، او بعد ما تتقابل في قسم تركيبات الاسنان ان شاء الله. المواد دي هتدرسها على مدار سنين التخصص ان شاء الله. يعني المواد دي مش هتدرسها في ترم واحد او في سنة واحدة. ايه هي المواد دي؟ اول مادة معانا وهي مادة الدنتال اناتومي. المادة دي انت بتدرس فيها تشريح السنة والشكل بتاعها الخارجي والتركيب بتاعها الداخلي، وكمان بتدرس الدايمنشن بتاعتها، القياسات بتاعتها. وكمان المادة دي ليها سكشن عملي بتاخد فيها ازاي تنحت السنة على الوكس اللي هو الشمع، وبتخليها كده كأنها شبه السنة الحقيقية. تاني مادة معانا وهي مادة الدنتال ماتيريال. المادة دي نظري شوية عشان بتدرس فيها تركيب المادة بتتكون من ايه، وبتدرس كمان الخصائص بتاعتها اذا كان فيزيائية او كيميائية. بتدرس فيها درجة انصهار المادة، وتدرس فيها كمان الدرجة بتاعة مقاومة المادة دي. تالت مادة معانا وهي مادة الماكسيلوفيش. في المادة دي انت بتدرس فيها بعض الأمراض اللي بتواجه بعض الأشخاص في الوجه والرقبة. ممكن تسألني المادة دي أنا موجودة عندي ليه، أو هتفيدني بإيه؟ المادة دي انت هتساعدك ان انت كتركيبات أسنان انت مش بتواجهك الحالة دي على طول، بتواجه الدكتور، والدكتور بيطلب منك التركيبة أو الحاجة الصناعية اللي انت هتعملها. انت كتركيبات أسنان اما تعرف ان الشخص ده عنده مثلا مرض معين، او عنده فاقد جزء معين من وجهه او حاجة، او عنده مرض معين، انت ده هيساعدك ان انت تجيب التركيبة اللي هتواجه الشخص ده بالمرض بتاعه ده. رابع مادة معانا وهي مادة الدنتال امبلانت. المادة دي احنا بندرس فيها ازاي نعمل الزرعة. يعني ايه الزرعة دي؟ مثلا مريض راح لدكتور ولقى ان هو بيواجه مثلا عنده ضرس مفقود او سنة مفقودة، وهو المريض ده عايز زرعة، فالدكتور هيبعت لنا الاسكان او الطبعة بتاعة فم المريض، واحنا دورنا بقى ان احنا نعمل الزرعة دي. يعني ايه مثلا الزرعة دي؟ في حاجة اسمها بيبقى الدكتور بيعملها شبه عملية كده، او شقة في اللثة بتاعة المريض، وبيعمل فيها شبه امبالانت او شبه مسمار كده، بس هو بيبقى طبي طبعا، بيتلف كده جوه الفك بتاع المريض، ويثبت كده فترة، وبعدين يرجع للدكتور تاني ويعمله شبه كراون ده اللي هو الطربوش. واحنا دورنا برضو ان احنا نعمل الكراون ده بيبقى شبه الاسنان الباقية، شبههم في اللون، شبههم مثلا اذا كان السن او الضرس دي درجة فاتحة او غامقة، دي برضو بتبقى ليها علاقة بالتركيبة اللي انت بتصنعها. خامس مادة معانا وهي مادة الأورال بيولوجي. المادة دي احنا بندرس فيها بعض الأمراض اللي بتواجه الفك والوجه والأسنان. فاحنا ايه دورنا ان احنا نعرفها ليه؟ مثلا في بعض المرضى بيبقى عندهم شق في السقف الحنك. الشق ده احنا لازم برضو نبقى عارفين بيه ليه، علشان واحنا بنعمل التركيبة بتاعة المريض ده لازم نراعي ان هو عنده المرض ده. وكمان المريض ده بيبقى
حالة خاصة شوية في التركيبات بتاعته، عشان كده لازم نعرف الأمراض دي، وإن المادة دي مهمة في القسم ده. ممكن تقولي المادة دي مشابهة شوية من المادة الماكسيلوفيشيال. احنا المواد دي مش بندرسها في نفس السنة، يعني مثلا ممكن تاخد مادة الماكسيلوفيشيال في سنة تالتة، ممكن تاخد مادة الأورال بيولوجي في سنة تانية، يعني على حسب. سادس مادة معانا وهي مادة الكومبليت دنشر. يعني ايه المادة دي؟ المادة دي احنا بندرس فيها التركيبة الكاملة أو الطقم الأسنان الكامل. يعني مثلا عندك مريض الأسنان بتاعته مش موجودة خالص، معندوش ولا سن، فاحنا دورنا هنا ان احنا نعمل له الطقم ده او الاسنان الكامله دي. سابع ماده معانا وهي ماده البارشال دنشر. يعني ايه الماده دي؟ الماده دي احنا بندرس فيها جزء بقى من الفك او جزء من الاسنان. يعني الماده اللي فاتت كنا بندرس فيها الطقم الكامل، لا ده طقم جزئي. يعني مثلا عندك 3 أسنان هنا جنب بعض مثلا كلهم مش موجودين أو مفقودين، فاحنا دورنا ان احنا نعمل التركيبة الجزئية دي. عندك مثلا سنتين هنا وسنة هنا مفقودين، فان احنا دورنا برضو ان احنا نعمل التركيبة الجزئية دي بتاعة الأسنان. تامن مادة معانا وهي مادة الفيكسد بروستودونتيك. المادة دي احنا بندرس فيها التركيبة الثابتة. يعني كان في المادتين اللي قبل دي كنا بندرس فيها التركيبة المتحركة مثلا، لا المادة دي احنا بندرس فيها التركيبة الثابتة، يعني تركيبة ما بتتخلعش. فالتركيبة دي هي بتبقى زرعة، شبه ما كنا بنتكلم على مادة الإمبالانت، هي بتبقى الزرعة اللي هي بتبقى الثابتة في فم المريض. تاسع مادة معانا وهي مادة الأورثودونتكس. المادة دي احنا بندرس فيها ازاي نعمل التقويم. التقويم ده اللي هو بتبقى شبه الوايرز او الراكتس كده، حاجة معدن. بيبقى المريض رايح لدكتور وعنده الأسنان بتاعته سنة طالعة وسنة داخلة، الأسنان بتاعته مش متساوية، فالمريض بيبقى طالب من الدكتور ان هو عايز الاسنان دي تتساوى، فالدكتور بيطلب ان هو هيعمل له تقويم علشان الاسنان دي تتساوى. فاحنا دورنا بقى ان احنا نعمل التقويم ده اللي هو هيخلي الاسنان بتاعه المريض دي تتساوى. بنستخدم فيها حاجتين او اكتر، يعني بتبقى مثلا شبه الوايرز، البراكتس، المعادن دي حاجات معادن كده بتستخدمها وتعملها علشان ترجع فم المريض تاني للشكل اللي هو المتساوي. 10 مادة معانا وهي الأخيرة في المواد الأساسية وهي مادة الديجيتال كات كام. يعني ايه المادة دي؟ المادة دي انت بتتعلم فيها ازاي تعمل ديزاين للأسنان اللي هي الدكتور محتاجها ان هي تتطبع. فالموضوع بيبقى ماشي ازاي فيها، ان هو اول حاجة الدكتور بيعمل اسكان لفم المريض او يعمل طبعة فم لفم المريض، فالطبعة دي او الاسكان ده بيتبعت لنا احنا على الكمبيوتر. كأنت ديجيتال كات كام شغال في معمل الأسنان، فانت دورك ان انت هتعمل ديزاين للتركيبة اللي الدكتور طالبها وتبعتها للجهاز اللي هو الكات كام ان هو يطبعها ويبعتها للدكتور ويركبها في فم المريض. اختصار الكات كام هو ايه؟ اختصار الكات كام هو كمبيوتر ايد ديزاين كمبيوتر ايد ماشين. خلينا بقى ننتقل للمواد الفرعية، وهي بتبقى تخص كل جامعة. كل جامعة مختلفة عن الجامعة التانية في المواد الفرعية اللي هي بتديهالك. ايه هدف المادة الفرعية دي؟ الهدف بتاع المادة الفرعية اللي هما بيدوها لك ان هي تساعدك في بقية المواد التانية. مادة مثلا زي مادة الانجليش انت بتاخدها يعتبر معظم سنوات الجامعة. بتاخدها ليه؟ علشان تساعدك ان انت تفهم بقية المواد بتاعة التخصص. تاني مادة مثلا معانا مادة زي الدنتال لاب. المادة دي انت بتاخدها اول ما بتدخل القسم علشان تعرفك المعمل وايه نظام المعمل وانواع المعمل. في معامل برايفت بتخص العيادات بس، وفي معامل بتبقى جنرال بتبقى بره. فالمادة دي برضو من المواد الفرعية. تالت مادة معانا من المواد الفرعية وهي مادة الكوميونيكيشن. المادة دي انت ممكن تدرسها علشان تساعدك ان انت تتواصل مع الناس، تساعدك ان انت تعرف تعمل برزنتيشن. ده هيساعدك في السوفت سكيلز ويساعدك في السي في بتاعك ان شاء الله اما تيجي تعمله بعد ما تخلص الجامعة. كده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة.
وعايزة اقولك حاجة اخيرة قبل ما اختم الفيديو. نجاحك الحقيقي مش ان انت تدخل اقوى قسم في الجامعة وما تستخسرش مثلا مجموعك اللي انت جايبه في الGPA بتاعك القسم ده. النجاح الحقيقي ان انت تدخل قسم ان انت هتعرف تبدع فيه او تتميز فيه في المستقبل ان شاء الله.